محدش نصفك خالص يا محمد يا ابني. لا يما محدش نصفني، بس الشغل ده هينصفني نصفين قد بعض. الشغل ده هيقويك يا محمد. هيخليني بطل غارق. قصدك خارق؟ لا، غارق في الديون وفي الأقساط. ما تروح الجيم يا محمد. جيم ايه يما؟ الشغلانة بتاعت المدرس دي محتاجة درم سنين. بس انت بتعصبي اول يوم من دول يا محمد. ما هم اللي بيستفزوني، وهو لما بغلط بقوله كلم الشؤون القانونية عايزاه. طب انت ايه اللي رماك على المر؟ هو أنا ما شفتش يما، هو اللي رماني زقني. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. طب ايه اخبار الشغل معاك؟ هي ماشية، مرة بيتكلموا معانا ومرة بيتكلموا علينا. يا ابني طب يبقى يشرب قهوه قبل الشغل. قهوة قبل الشغل ايه يما؟ الشغلانة بتاعت المدرس دي محتاجة حقن كافيين. ما انت بتصحى مش مركز يا محمد. بصحى مش مركز، حاسس نفسي شغال على التلف موقف مش مدرس. شغلانة صعبة، التعامل مع العيال. خلي عندك امل. ايوه، بين الامل وفقدان الامل شعرايه يوم. بالله عليك نبقى نسرحها بعدين ونحطها في فازلين ونرميها في اي حته. وانا ليه حاسك زهقان من الشغل؟ ما هو برضه بالعقل يوم، ان انا اصحى كل يوم دي برضه متعبه. انا ممكن اصحى يوم واريح اسبوع، دي برضه تبقى ماشيه وفي السلكات ممتازه مع المدرسين صعب. حاول ما تكررش نفس الغلطات مع المدير. ما انا دايما بتفنن في غلطات جديده عشان اعرف اعملها، مش بكرر اللي فات. وصحيح شغلانة المدرس بتخلي الواحد يكلم نفسه. مظبوط، ده المدرس بالذات في الشغلانه بتاعته يكلم نفسه ويرد على نفسه، ممكن يسقف على فكره لو الكلام عجبه. لو جه على هوايه ممكن اسقف لنفسي في الشارع عادي، بعد الشغل وقبل الشغل وقبل النوم وبعد ما بصحى من النوم. شغلانه ممتازه. زعلش يا ابني، هو مصير الحظ يلعب معاه. حظ يما اللي يلعب معاه، ده انا حتى الصداع اللي بيجيني صداع نصف. الخبر اللي يساعدك في الشغل يا محمد. اني اترفد يوم.